بسم الله الرحمن الرحيم. قصة حب. شيخ هددني. تحبينه؟ كنت متعلقة به. تقول وكان يواعدني بالزواج ورفضت كل الخاطبين من أجله. الحب أحيانا يؤدي لسوء الخاتمة. دير بالك، تذكر العاقبة، دير بالك. قصة حب نهايتها دمار، نهايتها فضيحة وخزي في الدنيا. حب زائف. قلت لها لم تضحكين؟ قالت له أنت إحدى ضحاياي. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. قصة حب. لا، هذا اللي عمري ما راح انساها. بتشوف غيره وتنسى أبوها بعد. حبيب العمر، فتى الأحلام، كذب، خداع. قصة حب زائفة. ما ينام الليل، يتقلب كالسمكة تشوى على الفراش، يتقلب بذكراها. ما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. قل دائما أعوذ بالله من هذا العشق. ترى يذبح الواحد، يقتل إنسان، خلي والله لا يتلذذ لا بليل ولا بنهار، لأنه حب ليس لله عز وجل. كله خوف، كله هم، وكله غم. أين الصادقون؟ يقولون ومن الحب ما قتل. الحب يسوي كل شيء. ترى قد يقتل الإنسان حبيبه وقد يقتل نفسه. نظرة أولى قد تملك قلبه، قد تكون سهما يبدأ القلب ينزل. إن غض بصره وفكر في الحلال وانتهى عن التفكير ارتاح، وإن استمر بدأ الجرح ينزف وينزف وينزف. قصة حب. فكر يا عبد الله، كيف كانت بدايتها؟ نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. شوف بعدين شو يصير. شوفوا مش قاعد يصير فيهم. الليل ما ينامون. ليش؟ كل هذا عشان يحبها. يفتح صفحة الكيمياء ما يشوف معادلات. شوف ايش قاعد يصير فيها. وأعظم حب حب المؤمن، لكن لمن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم عظيم، لكن لمن؟ لله. إذا كان اللي يحب عشيقة ما ينام الليل، اللي يحب ربه شو يسوي؟ ولازم ما ينام الليل بعد، ولازم يسهر بذكره. اللي يجوع ويعطش علشانها، طيب اللي يحب ربه مفروض شو يسوي؟ اللي تضحي بكل ما تملك لأجل عشيقها، طيب اللي يحب ربه مفروض يضحي بأي شيء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اجعل حبك الأعظم للخالق الأعلى. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم قصة حب لفضيلة الشيخ نبيل العوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه. أما بعد، سوف تكون كل محاضرة بعنوان مختلف، لأن الكل يندرج تحت إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وهو شطر من حديث. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر. أنت الآن في روضة من رياض الجنة. استشعر كأنك جالس في الجنة، الأنهار تجري عندك، وأنت جالس تحت ظل شجرة ربما يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، وربما الثمار عندك والغلمان تمر حولك. تخيل أنك في رياض الجنة وأنت جالس، يمر الوقت عليك سريعا إذا استشعرت. عنوان هذه الليلة قصة حب. قصة حب. الحب كلمة أشغلت كل الناس اليوم، الصالح والفاجر، المؤمن والكافر، لأن الإنسان بدون حب لا يعيش. فالمؤمن يحب، وأعظم حب حب المؤمن، لكن لمن؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم عظيم، لكن لمن؟ لله. قصص سوف نسردها عليك الليلة لتعرف واقع الناس وكيف يعيشون. تتصل علي فتاة تبكي وهي تتكلم، شيخ أنا خايفة. ايش فيك؟ ما الذي حصل؟ تقول شيخي هددني. من؟ تقول شاب تعرفت عليه منذ 3 سنوات، لا أمي تدري ولا أبي يعرف، عندي جوال وأتكلم كما شئت. صاحبك؟ نعم صاحبي. تحبينه؟ كنت متعلقة به. تقول وكان يواعدني بالزواج ورفضت كل الخاطبين من أجله. اصبري بعد ما أشتغل، اصبري بعد ما أحصل على فلوس. وكان يقضي الساعات والساعات. تقول شيخ سألتها سؤالا،
قلت إيه أكيد ضيعتي عليه فلوس. دمعت عيناها وهي تبكي تقول شيخ والله ضيعت أموال وأموال. تتكلم بالجوال بالنقال. قلت وضاعت عليك أوقات؟ قالت إيه والله عمر ضاع علي، حتى الدراسة فشلت، أنتظره يطرق الباب علي، حبيب العمر فتى الأحلام. قلت لها والآن إيش صار؟ تقول اكتشفت أنه كذاب. شلون؟ تقول اكتشفت أن عنده صاحبات غيري، وعنده عشيقات غيري، وعنده خليلات كلهن وعدهن بالزواج. كذب، خداع، قصة حب زائفة. قلت له الآن؟ تقول الآن من يطرق الباب علي؟ كبرت بالسن وكبرت بالعمر، قصة حب، ولكن أين الصادقون؟ اسمع لهذه القصة. قصة حب في القرآن، في قصر من القصور الفاخرة، قصور طبقة الراقية، فيها قصة حب من طرف، وأكبر وأصعب حب إذا كان من طرف واحد. الثاني يتمنع والأول يحب، يزداد حبا ويزداد تعلقا إذا صد الثاني، ويزداد الحب ألما وحسرة. أحبته من كل قلبها، حب لكنه محرم. متزوجة، أحبت شابا في القصر، أجمل شاب، أعزب شاب غريب عن بلده، جميل بل أوتي شطر الحسن. أحبته حتى تعرضت له، ويتمنع ويصد، كل يوم تتعرض له وهو يغض بصره ويتمنع عنها ويتركها لله عز وجل، حتى جاء اليوم الذي أرادته بالقوة، فغلقت الأبواب وطردت أهل القصر وفعلت ما فعلت. ثم قالت هيت لك. قال معاذ الله، الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والفتاة جميلة وهي تناديه وتدعوه وتريد منه الحرام، هي التي طلبت. الشاب جميل وأعزب وهو يعيش غريب في وطنه. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ترغيب ما نفع. بدأت المرأة الآن بأسلوب جديد. شوف الحب يسوي كل شيء ترى. يقولون ومن الحب ما قتل. قد يقتل الإنسان حبيبه، وقد يقتل عشيقه، وقد يقتل نفسه. ايش سوت؟ قالت ذلك الذي لمتنني فيه، ولئن لم يفعل ما آمره. شو تسوين؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أذله، أسجنه، إما يفعل ما أريد أو السجن مصيره. وصل الخبر ليوسف عليه السلام الذي خاف ربه، الذي ملأ الإيمان قلبه. ايش قال؟ قال رب السجن أحب إلي. سوي اللي تسويه، تهدد لتسجنني. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن